أراد الله سبحانه وتعالى أنني أتقابل معه في مرة من المرات قبل ما يقارب 40 سنة في وادي الحاير، وادي حنيفة. والمنطقة هذه كانت جميلة في بستان معين، وكانت عملت له مناسبة عزومة، وبيتنا طول الليل نغني. تقريبا ثاني يوم الظهرية بعد صلاة الظهر، كان يوم جمعة وبعد صلاة الجمعة. فأنا لأنني المرة الأولى التي أقابله فيها كانت عادية جدا عندي، ولكن كنا قاعدين أنا والسيد المحضار الله يغفر ويرحمه في منطقة شجرة، تحت شجرة كبيرة، شجرة نبق، شجرة سدر كبيرة باسقة، وكانت مليئة بالعصافير وفيها حركة عجيبة. العصافير يعني كان صوتها، فأحد الإخوان نبهني وقال بالحركة كذا، يعني زي ما يقولون كلمني إنه السيد جنبك انتبه له لا تتكلم. أنا أومأت له براسي طيب، إنما أنا كنت كان معي دفتر، كنت أنا أتصفح الدفتر. رجعت بعد كذا أتصفح الدفتر ولا أشوف اللي مكتوب، لأن فكري وعقلي راح مع السيد المحضار. فقال لي قربت، قال لي لا هات الدفتر. أنا خليت الدفتر، قال لي لا هات الدفتر. جبت الدفتر، قال اكتب. ما معي قلم، ما كنت لحظة. ناديت على الأخوان، إلا الأخوان اللي هم منتبهين على طول رموا لنا بالأقلام. فكتبت، قال لي اكتب. قلت له. نظر إلى الشجرة وأخذ يمكن ثواني، مثل ما نحن هذا الحين نسكت. قال اكتب: يا طير يا ضاوي إلى عشك. ابعد شوي، قل لي متى بضوي أنا عشي. انزل تحت، مليت شفنا هذه العيشة. يقول لي كذا جنبه كأنه يقرأ. أيوة. قلبي من الفرقة كما الريشة. وقف، قال لي اقرأ. قريته: يا طير يا ضاوي إلى عشك، قل لي متى بضوي أنا عشي، مليت شفنا هذه العيشة، قلبي من الفرقة كما الريشة. طبعا هو جالس يشوف الطيور فوق والعصافير. خلاص، زي ما يقولوا انتقل كأنه من المنظر عندي، من المجلس عندي إلى مجلس ثاني، وكأن هذاك الرجل يا أخ محمد يقرأ من ورقة. وبدأ يقول تسرح وتضوي، بعدين يقول الكلام حقه متأني مش يعني سريع. تسرح وتضوي وانت في أرضك، يا ليتنا مثلك عمد ترضي. عمد ترضي يعني بقيت في أرضي، حتى ولو جمال على الهيشة، قلبي من الفرقة كما الريشة. كم قلت للركاب من قبلك باسير، شلوني قداخلي، حتى لقوني طرد في خيشة. الله. القلب على الأحباب يتحرق حرقة، والعين من كثر السهر تبكي، والراش عاده فيه تنغيشه، قلبي من الفرقة كما الريشة. لأني محب ما في المحبة شك، لكنني لا عندي من بشكي، الله يعلم حالتي ويشه. وأنا كتبت الويشه دي، كتبتها ويش هي. حط العلبة، قال لي اقرأها ثاني مرة. قرأتها ثاني مرة، لما وصلت عند الكلمة اللي أنا حطيتها من راسي ويش هي، قلت الله يعلم حالتي ويش. قال لا ويشه. الله. قال تمام. قلت له تمام. قال يلا خذ اللحم. في نفس اللحظة يعني. في نفس اللحظة شال العلبة وصار طالع فوق، لكنه ما قاعد ينزلها بوضوح،
من الفرقة كام الريشة. فيه نقطة مهمة هنا ما كان فيها كام الريشة، بس بعدين تطورت من أول من أدخلها الأغنية وغناها أبو بكر بالفتي بفرقة كاملة وكل شيء. طبعا هنا نقطة مهمة جدا. أنا أعوذ بالله قالوا من كلمة ما نفهم ليش يقولون كلمة، لكن على كل حال أول من أدخل آلة المزمار مع الأغاني الشرحية وكان يرافقني هذا الرجل من أكثر من 35 سنة أو حول 40 سنة. وحتى سئل المحضار في مقابلة في القناة الأولى وقالوا له ما رأيك في إدخال آلة المزمار على الأغاني اللي فيها شرح؟ قال لا لا لا، هذه إضافة جميلة. حتى أنه سمعت أنا أن يقولوا فيه فنان الخنبشي أضاف هذه الآلة على الأغاني. طبعا هو عنده عادة المحضار ما يقول والله هذه الأغنية بنشلها لفلان ولا بعطيها فلان ولا ده ولا ده، لا أبدا، كذا بهذا الحركة وبهذا المنطق. قال غنوها كذا، بس غنوها، معناته انتهت، خرجت من عنده. ولكم يا من تريدون أن تغنونها. عيشك يا طير يا ضاوي إلى عيشك قل لي متى تضوي أنا عيشي مليت شغلة هذه العيشة قلبي من الفرقة. وتضوي وانت في ارضك يا ليت انا مثلك عملت ارضي. تسرح وتضوي وانت في ارضك يا ليت انا مثلك عملت ارضي. حتى ولو جمال على الهيشه قلبي من الفرقه. كم قلت للركاب من قبلك بصير شلوني قاعد اخلي. كم قلت للركاب من قبلك بصير شلوني قاعد اخلي. حتى لقوني فرد في خيشه قلبي من الفرقه. القلب عالأحباب يتحرك والعين من كثر السهر تبكي. القلب عالأحباب يتحرك والعين من كثر السهر تبكي. والراس عاد فيه تنغيشه قلبي من الفرقة. يا طير يا ضاوي لا عشك قل لي متى بضوي انا عشي مليت شفنا هذه العيشه.
يا طير يا ضاوي العشاق قل لي متى بضوي انا عشقي مليت شفنا هذه العيشة قلبي من الفرقان يا طير يا ضاوي العشاق قل لي متى بضوي انا عشقي مليت شفنا هذه العيشة قلبي من الفرقان تسرح وتضوي وانت في ارضك يا ريت انا مثلك عم ترضي حتى ولو جمال على الهيشة قلبي من الفرقان تسرح وتضوي وانت في ارضك يا ريت انا مثلك عم ترضي حتى ولو جمال على الهيشة قلبي من الفرقان يا مليش يا طيري يا ضاوي العيشة كلي متى بضوي انا عايشة مليت شفنا هذه العيشة وقلبي من الفرقان كم قلت للركاب من قبلك بيصير شلوني الى خلي حتى لقوني فرد في خيشة قلبي من الفرقان كم قلت للركاب من قبلك بيصير شلوني الى خلي حتى لقوني طرد في خيشة قلبي من الفرقان